السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل الملوخية الخضراء بطريقة العزاب، عشان النهاردة خابز عيش شمسي. وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع العيش الشمسي، العيش الشمسي مع الملوخية ضرورة مش اختيار. الملوخية ليها عدة أسرار. السر الأول نمرة 1 التخلص من عيدان الأوراق. عيدان الأوراق بتعمل عرق للملوخية، فده نمرة 1. نمرة 2 خرط الملوخية تكون خشنة بقدر الإمكان، خشنة. نخرط الملوخية على الخشن، ما ننعمش الملوخية على الآخر. نمرة 3 التومة، نكتر توم بقدر الإمكان. أنا جبت كيلو ملوخية عملت عليه راس توم كامل. الراس حوالي 22-23 فص من الحجم المتوسط، التوم المصري العادي. نمرة 4 تناسب كمية الشوربة مع كمية الملوخية. فخوفا من ان الشوربة تزيد هنقصها شوية، ولو حبيت ازود شوربة بعد كده ازود. هبدأ ازود الملوخية. نمرة 5 بقى، نمرة 5 الملوخية عدوة الغليان. اوعى الشوربة تغلي ابدا. الشوربة سخنة شوية دافية على الشعلة الصغيرة. هبدأ اقلب وانا بقلب بيبان تناسب كمية الملوخية مع الشوربة. يعني لما اخد مغرفة كده هلاحظ ان كمية الشوربة بسيطة لان الورق كثيف، فاخد مغرفة شوربة واحدة او خليها مغرفتين وابدأ اقلب بالراحة. عيني على الملوخية ما تغليش ابدا. تقليب مستمر بالراحة. انا بفضل مغرفة بالراحة عشان اشوف الشوربة كده. ورق الملوخية متوزع في الشوربة بكثافة شوية، فممكن ازود كمان مع مغرفة شوربة واستمر في التقليب. بس المهم الملوخية ما تغليش ابدا. طبعا انا عشان عايش لوحدي عامل حلة ملوخية، بعد كده هعبيها في اكياس، كل كيس 3 مغارف، يعني طقة او وجبة، عشان واحطها في الفريزر علشان استخدمها فيما بعد. خصوصا ان احنا في اسكندرية داخلين على فصل الشتاء، وهيبقى من الصعب عمل العيش الشمسي علشان السماء بتبقى ملبدة بالغيوم. فلما بنحط الملوخية في التلاجة اللي بيحصل ان هي بتتقل، بتبقى محتاجة لما اجي اوعيد تسخينها شوية شوربة. عشان كده انا بخلي نسبة الشوربة شوية بسيطة زي ما احنا شايفين كده. توزيع الاوراق في الشوربة متناسب متجانس هيموجينيوس. هستمر في التقليب لحد الشوربة بالملوخية اللي فيها ما تسخن، بس ما تغليش ابدا. ما خليش الشوربة تغلي ابدا. اهي بدأت تتصاعد منها الدخان، على طول ابعدها واطفي النار ونخش على موضوع التوم. السر السادس اغطي حلة الملوخية جزئيا. لازم اسيب منها حتة مفتوحة علشان الملوخية ما تبردش مرة واحدة. لو بردت مرة واحدة هتسقط. نخش على موضوع التومة. حطيت الطاسة على النار، شوية زيت، حوالي 3 معالق كبيرة زيت. بعد ما يسخنوا هنزل عليهم بالتومة على طول. احط على التومة معلقة كزبرة صغيرة ناشفة، معلقة ممسوحة، وشوية كربونات.
السر بقى رقم 7 في الطشة، ما طشش بمغرفة ملوخية أو مغرفتين، قدر الإمكان أملى الطاسة في الطشة وعلى طول أرجع بالطشة على الحلة مباشرة وهي لسه بتغلي. أجيب بقى أطفي الشعلة الكبيرة، أجيب الحلة على الشعلة الصغيرة، أعلي الشعلة الصغيرة وأبدأ في التقليب. أول ما تبدأ يتصاعد منها البخار أطفي عليها. شوف التومة عشان كتيرة ما شاء الله مالية الحلة معايا، أوريكم شكلها. أول ما أحس إن الملوخية خلاص تبدأ تغلي أطفي عليها مباشرة. ده شكل الملوخية بتاعتنا. أغطي الحلة جزئيا، أسيب منها حتة مفتوحة علشان ما تسقطش مني. وبالهنا والشفا ملوخية مع العيش الشمسي. شوفوا الفيديو بتاعي عمل العيش الشمسي في طقس اسكندرية. ولو عجبتكم وجبة الملوخية مع العيش الشمسي ادعوا لي بحسن الخاتم.